أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. وصفتنا لليوم الليزي كيك أو السكسك. يلا نحضره مع بعض. كاسة من الحليب، 3 معالق من السكر، 3 معالق من الكاكاو الخام الغير محلى، معلقة صغيرة من النسكافيه، معلقة صغيرة من الفانيليا، و3 معالق من الزبدة. المعلقة الصغيرة تبع النسكافيه هي خيارية، بإمكانكم تضيفوا بديل عنها أي نوع شوكولا، نوتيلا، نوع شوكولا محبب إلكن، أو لوح شوكولا مثلا محبب إلكن 50 جرام بكفي. بتضيفون بهي المرحلة حتى كل المواد تمتزج مع بعضها وتختلط. نحن مجرد ما هون بلش يغلي معنا الخليط، مو بيغلي غلية كاملة، بداية غليان وكل المكونات امتزجت، بنطفي عليه. تماما مثل هيك. هلأ أنا هون عندي كل المكونات صارت وحدة، الكاكاو والسكر داب، الزبدة دابت، وهيك بلش الخليط معي يشكل. رح أطفي عليه وأتركه لحتى يبرد. أنا عندي هون علبتين من البسكوت مقطعة، حبة البسكوت ل4 أقسام، انتو بتقدروا تقطعوها أكتر إذا انتو بتحبوا. رح نحركهم مع بعض. طبعا ننطر الخليط لحتى يصير دافي قبل ما نضيفه على البسكويت. أنا هون جبت كيس مونة عادي، ما حبيت أحطه بقوالب، حبيت فرجيكم الطريقة التقليدية. كيس قصيته بهي الطريقة، ورح أضيف عليه نص الخليط، ورح شكله بهي الطريقة. رح حاول كفهم من الأطراف حتى أقدر سكره. تماما هيك صار معي رول. وهلأ رح أحط الخليط التاني، وهي الرول. وهلأ بدنا نحطهم أقل شي 3 ساعات ل4 ساعات في الفريزر. وهلأ هيك تعالوا نقطعه مع بعض. شوفوا كيف بكل سهولة عم يتقطع معي. شوفوا كيف بتقدروا انتو هون تذوبوا شوكولا وتضيفوا عليه. انا حبيته بهاي الطريقة. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. زينته هون بشوية جوز هند. تضلوا بخير، وهلأ فيني لكم مع السلامة.